ضمن المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاما بعد تجاوزه عقبة المنتخب المالي ب3-2 ليضرب أشبال الأطلس موعدا مع البرازيل. مشاهدينا إلى مراسلتنا نيرفانا العبد في سباير التي ستقربنا من أجواء الفرحة وسط الجماهير المغربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم يوم مغربي، المغرب فاز على مالي في هذه النسخة، يكرر أو نجح في إتمام المهمة التي أتى من أجلها وهو التأهل لربع نهائي على حساب مالي. هذه المباراة لها طابع خاص وطعم خاص عند الجماهير المغربية. الجماهير المغربية اليوم حاضرة بقوة، لذا يجب أن أترك الكلمة للجماهير المغربية في هذا اليوم. ألف ألف مبروك. مبروك علينا جمعاء ومبروك على العرب بصفة عامة إن شاء الله. وعملوا الأسود مش الأشبال، وتأهل تاريخي ويستاهلون أعلى المراتب إن شاء الله. وإحنا بنطمع في كأس العالم، يعني خلاص وصلنا الأدوار اللي لازم ناخذ كأس العالم إن شاء الله. مغرب إذن كيف إذا وصلت أو إذا توجت المغرب بهذه الكأس كيف ستشجعون المغرب في النهائي؟ إذا توج المغرب بالنهائي سوف يكون يعني حفل كبير في المغرب، وتحية للجالية المغربية المقيمة بقطر. أريد نبذة من هذا الاحتفال المبكر. أريد نبذة من هذا الاحتفال. واللي ما فوجا ماشي مغربي، واللي ما فوجا ماشي مغربي، واللي ما فوجا ماشي مغربي، تحية لهشام بوطات. سالت الحمله وبغينا سينا في المكناس اخويا. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأجواء الجماهيرية للمنتخب المغرب. استمروا مغامرة الأسود إلى النهائي إن شاء الله. باي 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 مالي. قصة جميلة مع قطر كل عام في كل مسابقة. البرازيل الضحية القادمة، البرازيل الضحية القادمة ناكلوها. الأجواء الجماهيرية عودة إليكم مرة ثانية. Je pense que ça a été important parce que كنا وصلنا في la mi-temps avec ce but à la 43e je crois. كان غادي يعطي الضغط اللعابه مي بون ماركاو جاو جي سا لور بيرمي دو يكونوا بوزيتيف في البان توش في الفيسير باردون. ومن يدخلوا كان عندهم مازال الجوع باش يماركاو الثالث. نبيل قلتي بالضحك من بعد الماتش اللي فات على انه الوليدات كتقول لهم على انه راه المدرسه كتسناكم. انا نقول لك على ان وليداتنا ما كاين اللي يديهم المدرسه اليوم، ولكن معليش حنا مازال مع ليكيب ناسيونال. نجيبوا المدرسه فضوها باش ما يتقلقوش الناس اللي كيقولوا ما كاينش المدرسه. تبارك الله عليك نبيل، شابو با، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. معنا حداوي واحد من نجوم المباراه قتاليه كبيره، رجاله بمعنى الكلمه اليوم. كيف ما كنت عارف الماتش راه ما عرفناه ما غاديوش ساهل. بريبارينا ليه مزيان، كان الجروب كامل كان عنده اوبجيكتيف واحد اللي هو ندوزو نربحوا الماتش هي الاولى. وكيف ما شتي راه كانت قتاليه كبيره في الماتش والدراري ما قصروش في الجهد ديالهم. كنبغيو نشكروا الستاف اللي كيخدم معنا صباح وليل وفي اي وقت حنا كنعسوا ما مازال كيخدموا على قبلنا باش في الماتش نكونوا مزيانين. كنبغي نشكر حتى اللعابه اللي بحال اللي خوت في التيران وخارج التيران، اللي لاعب اللي ما لاعبش عنده اوبجيكتيف واحد. والحمد لله راه كيف ما شتي راه عطينا النتيجه مزيان. مازالين جيعانين، مازال الرغبه على انه تمشيو بعيد في هذا لاكوب دي موند. ان شاء الله مازال الرغبه وان شاء الله نديو علاش لا. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. شكرا. شابو با. معنا واحد من نجوم المباراه الدولي كيف ما العاده. بلاتي عليك على ذاك البينالتي، بلاتي عليك، ولكن شابو با الله يعطيك الصحه. اليوم كنتوا رجاله، كنتوا افيكاس كونتر وحده من الفرق الكبار في لاكوب دافريك. ما كانش هذا الماتش سهل اليوم. الحمد لله حنا كنا بيان كونسونطري، الدراري كانوا افيكاس قدام الشبكه ودرنا داكشي علينا والله ما خيبناش. ونتمنى ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله وغادي نكونوا احسن ولا كومبيتيسيون ديالنا ان شاء الله. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه داودي، الله يعطيك الصحه. وزان موهوب سيكون معنا ايضا ثنائي احمد موهوب وعبد الله وزان للاطمئنان على الحاله الصحيه لهما. اهلا تبارك الله سي موهوب. عبد الله الغزال كي داير؟ تفضل اجي من وسطكم.
زيد البدايه بعبد الله وزان. عبد الله كي بقيتي مزيان؟ الحمد لله موجود الماتش الماجي. دابا I have to do a good recovery but it's going good so I'll be ready to play the quarter final ان شاء الله. كانت هاي بريشر في البنش بالمقارنه مع الماتشات اللي كتلعب في الترام. Yeah, I was nervous but we know we had a lot of chances. Now we have to prepare for Brazil. احمد موهوب دخوله كان حاسما ايضا، دور تكتيكي مهم جدا. السي احمد هانئا، الف مبروك. ما كانش ماتش سهل اليوم امام مالي. لا ماتش ما كان سهل كما شاف كل شيء. ماتش كان نهائي كأس العالم تحت 17 عاما بعد تجاوزه عقبة المنتخب المالي ب3 أهداف ل2. ليضرب أشبال الأطلس موعدا مع البرازيل في ربع النهائي. في تكرار لنهائي كأس إفريقيا للناشئين الأخيرة التي توج بها المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما، الشبال الأطلس مرة أخرى وجها لوجه مع نسور مالي، هذه المرة في كأس العالم لأقل من 17 عاما بقطر. صراع متجدد بين كرة القدم المغربية ونظيرتها المالية، وعقبة صعبة أخرى أمام رجال نبيل باها لمواصلة المغامرة العالمية. أوراق المنتخبين مكشوفة للطرفين، مالي تجنح للدفاع والقوة البدنية لحسم الأمور، والمغرب يميل بشكل واضح نحو الهجوم للحسم، وهو ما ظهرت أولى إرهاصاته في حدود الدقيقة 20 من خلال هذه التسديدة. المد الهجومي الأحمر تواصل بشكل لافت، وإلياس هداوي لم يركز بالشكل المطلوب. كثرة الطرق تفتح الأبواب، ومرمى مالي فتح برأسية زياد باها بعد مرور نصف ساعة من اللقاء. رد فعل الماليين كان سريعا، والكرة جانبت هنا مرمى شعيب العروش. الهجوم المغربي عاد للضرب من جديد، رأسية إلياس سعيدي تصدى لها الحارس المالي، وبعد تدخل دفاعي عنيف مالي تتمكن من التعديل بعد احتساب الحكم لركلة الجزاء ترجمها بنجاح ريمون بومبا. وفي آخر أنفاس الشوط الأول وبسلاح الضربات الثابتة مرة أخرى، شباك الماليين تهتز بهدف ثان من إمضاء إسماعيل العود. بداية الشوط الثاني رغبة جامحة للماليين للعودة في اللقاء، وبومبا هنا لم يكن موفقا بالمرة. الرد المغربي كان منسوب خطورته مرتفعا، وقلة التركيز هنا تحرم الأشبال من هدف ثالث. هدف تحقق بعد لحظات فقط وبإمضاء إسماعيل العود مرة أخرى. وفي آخر الأنفاس تيوموكو بيرتي يقلص الفارق بهدف لم يكن كافيا للماليين للعودة في اللقاء. قطار المنتخب المغربي إذن يواصل المشوار بنجاح في قطر، وبمعنى أن هناك اللي هو مضمون هو الإثارة والتشويق سيكون حاضرين، والخطأ غير مسموح. هذه للأمانة هذه حقيقة، ولكن هذه المقابلة كما تنقول التفاصيل الصغيرة من ستحسم المقابلة. عرفنا بأن المنتخب المغربي كان تحت ضغط. المقابلات الأوليتين لم يكن في بالطريقة اللي كنا تنشوف، ولكن تحرر شيئا ما بعد المقابلة مع كاليدونيا، وأحسن بكثير مع أمريكا. هنا تعطينا واحد الطابع بأن فعلا المنتخب المغربي عازم باش يبان بالطريقة الجيدة وبالصورة اللي تنعرفوا عليه، يلبس ذاك الجلباب مع المنتخب الذي ننتظره قيمة وقوة وأداء في بكرة إن شاء الله. بالحديث عن هذه العودة نشعر وكأنه هناك نوع من الثقة استرجعها المنتخب المغربي، إن كان بحديث لاعبيه إن كان بحديث المدرب، وكأنه أول خسارتين أزالت نوع من الضغط على المنتخب المغربي، لأنه هو واحد من المنتخبات الآن المرشحة للذهاب بعيدا بهذه البطولة. تغيرت اللهجة بشكل عام، ارتفع سقف الطموحات يمكن القول حتى بالنسبة للمنتخب المغربي. صحيح، هو هاد الشباب لا يؤمنون بالمستحيل. الجيل الذهبي الأمانة هو لاعب ممتاز، وهذو من اللاعبين من الطراز العالي. عندما تكون عندك هاد اللاعبين والمدرب عنده آليات أخرى
اخرى، لان عنده توجه اخر، لان تلعب مع امريكا بطريقه ومالي تنعرفوا الديربي الافريقي، الالتحامات القويه تقريبا قريبين في الكره كما قلت لك في الاول، الاوراق مكشوفه، ولكن نتمنى لان لاعب ممتاز ولاعب بين على علو كعبه طريقه لتسجيل الهدف ضد امريكا، ما يقدرش يسجل اي لاعب الا ما كانش لاعب بالمتناول ولاعب من الطراز العالي اللي اعطى اضافه واعطى التاهل للمنتخب. مواجهه مصريه، مواجهه ليست سهله امام المنتخب المغربي. سنتحول للزميل عفيف الزرقي.